كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيسام متنسيت كرين سأيوب يوم كل سبتمبر سنة كل 1010 وكليته اليوم دلول هلا أخبار قلت لكم كسل فرت أخبار. هيئة إعلام إثيوبيا وسائل إعلامنا إلى الدولة تحذر قوات تجرايت مدينة قوبو جرايم ودالت بهل تعبير أخبار سمعت أنحكم تفاصيل الكلام يقول لكم. هيئة إعلام إثيوبيا وسائل إعلامنا إلى الدولة حقيقي ودي برد له ليت حبري منا عند ريمان أمن ودحن إثيوبيا بقوت لكار أسلوب استخدامه من قبي مسؤولية وصل تحمل لنتبه حذرت الليتم مدير عام إلى هيئة السيد محمد ريس التحالف تحذير لوسائل إعلام حبري إجل حالف مسؤوليته من ماتم سلام أمن وطن لإيل حمرق ومصالح إثيوبيا بقوت لإي كاري وراتات إعلام أولية ذهبا إجل اشتيبو طالب هلام أباي شعب وحكومات إثيوبيا لاتهم قوات أقلوم لسد أخبار حالفوت أزي وقتكم يكون عند أشارة لمدير إثيوبيا بقوت كريتكم هليت ولا بقوت إلا لا تزيد حبرة حالفوت عدم مسؤوليتكم تأفهمام تفنق قوات تجراي وحكومة فدرالية إثيوبيا أنبوت لها الحرب عند التكلم التمتت لها الوقت هيئة إعلام إثيوبيا وسائل إعلام إثيوبيا أمن وطن اتبقوت لكاري أسلوب إلى استخدم حزرة الليتم التحالف الثامن وزير دفاع إثيوبيا وسائل إعلامنا إلى الدولات من خطط حبري إجل الجمل كون وجب ولا وسائل إعلام تخريا من قبيم خطوة قانونيتكم تتنسأتن حبوا العلام اليوم إسرا وثلاثة قسم علاقات عامة قوات دفاع إثيوبيا لفقر شريح مهام قوات دفاع إثيوبيا أدمنوا سيادة وطنكمتم إثيوبيين هي دي بحد ثقة يقلودو وعد حد يقلدو مهم كمتون ده الشرام ليتأكد خبر حالفوت شعب لا دعيتكم هلا حازرام وزارة دفاع إثيوبيا ترأسلا مسكيل للأفقرو أجندة جف الشعبية تحرير التجراي لا خدمه أمن إثيوبيا بقيت لا كاري والشعب أمت منابرتو قليلودي لا أزعج وسائل الإعلام خطوات قلت تناساتكم حبور علام حكومة إثيوبيا من حرب أدهد إثيوبيا لأنا بيت أسكذي 6 صحفيكم سجنات منظمة حقوق الإنسان عند الحبرة آن حتى مدينة قوبو اتحنت مراقبتو وادل هلا قوات تجراي مواطنين أبرياء كم قاتلوا سكا مدينة رايا قوبو شهدوم حكومة ترى الشعب مدرت إجل تجري عند تبيم من مدينة قوبو كمان صحبات وقوات تجراي ديبا مدينة حقولاتهم ترس أبرياء 7 باي وشبابات جرائم كم أجروتو لشهدوا اللوم التمدينات موبايل بوجوه نفر قوات تجراي كم للشكوكون ده حبروا لإماتات جنايز نيلت قتلوا أنفار سكزك ميترفع شرحهم قل سكان مدينات مثل فانو ميليشيات أمحرة وقوات فدراليات انتم من دتبهلو شكم قبتهم وانبلا دي قوبو لقب جرائم اتروبيت لتتبهل منطقة كل اوت شاب سبدحنكم قتلوا لتركبت حبرة أفهم اليوم 10 أغسطس قوات تجراي حكومة أبي أحمد ديشا أسك أريتريان داتيت مثل حشم شعبية اندقبات إجل تثبت أن تحذر اللي تتلبلو حقولا شرحهم حكومة فدراليات إبجهتام انبوتتنا الهلا حرب انواجه لنا تبل شارحة علاتام حقولا قل مدة 5 ورع هادين دعلام أزي من حديث قاره الهلا حرب عدهد توبيان
لحل سلم الحد العالم مجتمع عالم اتشقلات كورويكم هلا تهدقم انبوت لهلا حرب عدهد كلام للسدد ولكف ابطائرات سبت واستكاتو عند الاتكلم جيسكم هلا عند الشرو تغارير فينديت مدينة مغالي وبعد أماكن تجراي أترى الشعب ومؤسسات مدنيات خسار سببكم هلا لتأمرم هيسامة تنسيت كرنسيو بقول يوم دولي على أخبار دي بالله تاهم هلام مثل كرنسيو بتلي لكم هيسامة تنسيتنا يوم كلوت مودن ده طبعا ما تامكم لنا السلف اتمبقسيو لأقبال الندال اتحنتي لتبلر إس لدال يزع السيوب كلام مدونا مناسبة حتى سبتمبر من متأسس نضال شعب إريتريا نضال ثورة 61 حق 61 سنة ما انتجت حنتيلة بلاريس مثل الأستاذ عبد إبراهيم آدم لا وضعنها مقابلات طبعتكم وشاركتكم دي بنسي ابدأ السيوب قلنا نبيت اسم بقتيه لا بلا ندال يوم عامات حتى سبتمبر 6 حتى سنة ذكرت من متأسس ثورة إريتريا تام سنة 1909 حتى سبتمبر شعب إريتريا لما ندال سياسة نزال كفح مسلالة تعدى بسبب سيادة وطن وحرية سبت نزعيا منه توم لكون على برلمانه ولا ترفرف على بنديرته سبت كريت وبنقاشهم فهمت حل سبت يتركبام شعب إريتريا سلاح قل رفات قصبام مستعمرين وسيديتهم اقل ابنوس نوسون دتفاهمنا برل على شعب اقل نوسهم تتعام ديانات قبائل ومواقع جغرافية دكافلو مشاقيهم يقلدوا لا لو عمل شاقوم بسببه هي لتفكير عندما موت إريتريا توبيا يقول دولة عواتام وكم فقريت وسبب إلو كل وايدبات دول العالم ندال شعب إريتريا 30 سنة نسام شعب قاتلام أنبل فرد وحكم عادل ساجانام اتكل أكان شعترة والشتاتام شباب وشابات سكلجو تنكرو دقاقيد من ترفام إريتريين أنبل زنب قاتلو والساجنو شعب إريتريا أباي من فقر إقل أباري تثبت بيلا استشهاد اند دافعا إقل لا أنبل تربتا الدامي الحزي لبل على مستعمر من قرد نقليو وحرية أمسام واللي يوم حقو بعدات 6 حتى سنات نعمل لنا دالة سلاح لا تبقى سيا لتذكر هلام اللي اتلعلت هالدقات أكانو تنتو يوم حقو 6 حتى سنات انبلا سميتا لسميت حريات شعب إريتريا بسلام أمن وحريات قلنبر قادري هلام يوم إريتريا كم دولة سيادتها عند أكدت تدينا من ما تسمي منا وكيدة حتى استعمال على طول الأكي شعب السجون ملا أبرياء أنبل فرد وفتح الزنزانات بلو شباباتا منا أتوكد استعمار بلد كيلما فنجموت وحيوت تنتم قبيل يوت ماتو كل حتى قبام منقصو موتو ومن هربو موتو شعب إريتريا التوت أن يوم سكبيت للقلو أريد حركة منع وسكاب كلام إريتريا مثل اللي كل أرزاقا سبع حقلان اندت كارفيو
كدم صرو قبام بعلمو ونحرو أرد صرو العمر هلام بعلمال أرزاقو تأرد قانا استثمر يوم أرتريا أقول كل شعبا كافية دي بنتا من أفشومت شابت التوم شعب أرتريا اتمدد حكم شعبيات اندسك بقيت رايحة ومن قاسائيت أفحام كم أباي افسلح تعقبام من أماكن عباداتو بلجام سلسلت والا وأنبل فناتاي وإكيد ولا تأمرآ يوم حقوس الساعة حتى سنة حريات اندي حزا لك فهم الله الأنباتات تعمل يقول لك قدم الساعة حتى سنة لعلى برلمانو تعفت على إدارته أما حبروت بيت بقومات في التوعد هيد ووحدة للسفلة الهلام يوم حقوس الساعة حتى سنة حدول على دقيقيتو دامرو دقاهو وقوشيهو للسفلة الهلام يوم حقوس الساعة حتى سنة عمول على مداينو للسفلة الهلام يوم حقوس الساعة حتى سنة زرعوا وطرعوا للسفلة الهلام اتمدد حكم شعبيات حاضر على قعزة ساكب على ترها حرور على عبودية نبرا طلول على يبسا وعمور على الدمرام يوم حقوس الساعة حتى سنة مساكب كله دمنت بدلام ولاد اتوالدايو يأيرا ويتفررام والداي سنة ولادو يرام شعب الاتريا يوم حقوس الساعة حتى سنة من ندال اقل حرية الاستعمار نبرها اللام يوم حقوس الساعة حتى سنة ندال اقل حرية السلام عند تحقلات اتلجو اتعدقانا اتنتو اتفرهت لعيش هلام يوم حقوس الساعة حتى سنة ندال اقل حرية حقلان عند امادادا اقل ترقيت ايديهو مدد هلام شعب الاتريا يوم حقوس الساعة حتى سنة اتحنت ارو خدم هلام شعب الاتريا يوم حقوس الساعة حتى سنة حرية وعدل حاجل هلام للزمن مستعمرين لا ترى متكافل ومرتفعات ومنخفضات ديانات قبائل كبب وانا منك حيث اندت بصحة ابي فنجحو اماددت حنا ليت انا امر كل لتبهلكاهو من يتودي مكرايكا قلنا قويتو للبلو حكمتو ترعانو مطيط السبت يسمعون شعب الاتريا يوم حقوس الساعة حتى سنة اتأردو سلام سبت حقلا ندال بسلاح قبلات لا ظالم لا قلبت مرحلة بات حلام أكيد كفح مسلاح موت اللي تتو ومن نتفتيو لفنتي كسبت قبا ابقى لقلو يلي تأتم لكن كل حتى سبت قبام اتقتلوكا بدل تأتقامت من نفسكا اردكا شرفكا واردكا منو عند الدافع من ميت تتفضل يوم لقدم سسا حتى سنة لأنبت الثورات اتمبقسيها اقبلت الليل ثورات تتبه لكن مننا بدير مثل اللي الزبان لا تناسب مرحلة حداث قلت تنبت وجب حيثما تنسيتنات مبقسيه الأقبال ندالت حنتي لا تبلا رئيس دوليت على الزعة السيوب 3 سمات حكومة دي بالله تامت الليل من دمو براوي الثورات حامد عواتي قصد ولا الكثير ولو خسرت ميفال حوادي
اليابا شباب غير لا ما توربا عطيته خضراء بسل اللبا على الواقع سمعك ولا سببها وصورة قبيل اللي تمقصبها برانتا قصبا قالوت وديت طلقتنا حسوسيت كل السكوى حسوسيت كل السكوى قلوبها من الشباب جلابة حبر سما جلابة حبر سما حقوق فيك مرات أتيت منزل قديمة لسكب عواطي إلا الصورة اللقمة عدايبنا عزيمة حبر نخدمها نوش نوابينك سني سنتملي نتكم أبنيتي ونعدنا قد نبني فهاقي سدح إله وعالا فهاقي ساحل كروز الفراق لا اسمك صورة ديكي تصحنا شبابي غير من ما توربا عطيته خضراء بسل اللبا على الواقع سمعك ونسبا وصورة قبيل اللي تمقصبا برق هلا وزلم برق هلا وزلم تيزي حلا قراير شويت ايام وكرم شويت ايام وكرم هون اللي بالحرس طاير يجيب لك سيف متاقم يجيب لك سيف متاقم اكيد تفكر من ابيات حرمونا حرمونا شوني بلو مطير انه واي لسبك ساقم حديتك والدينا استنيت عقل نداقم صحايب بيودا بارهات انت وقرم بوري عينك كتاب والفراق قلول تعلم الثورة لقمة أعدايبنا أزيمة أنتمنا الحبر نخدمها قالوا نسكب عواطي إلا الثورة لقمة أعدايبنا أزيمة أنتمنا الحبر نخدمها نوش نوابينا قسنيتا نتمي نتكم أبنية وان عطاقي النمي تفكر من أفيات هرمونا نتهرم جوني بلو مطير نوال سكب نساق حديت تبقى لدينا أصني تقل نداق كي تفكر من أفيات هرمونا نتهرم صحاينا بيوتا بارات انت وقرم بوري عينا بكتاب والفراق قلول اتعلم إلا الثورة لقمة نسكب عواطي
حبر نخدمها بنا عزيمة نخنص حبر نخدمها قالوا نسكب عواتي إلا صورة نخدمها وشنا وأبينا نسكب نخدمها قالوا نسكب عواتي إلا صورة نخدمها عداي بنا عزيمة نخنص حبر نخدمها كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيت كرين سيوب من اللي ندت ليكو ثورة 61 حكو 61 سنة ما انتجت حنتلت بلاريس مثل الأستاذ عبد إبراهيم آدم مناسبة 61 سنة من متأساس ندال شعب إريتريا لودينها مقابلة نقدم لكم تو متابعتكم من سئام أستاذ عبد إبراهيم آدم يوم عامات ثورة 61 سنة وادية الليل مشروع ثورة 61 اندلت أنبت مشروع وطن عالم يوم لكن شعب إريتريا حقوا 61 سنة من متأساس نضال إجل حريات من كيتي أبارو من استعمار يتحررام كثورة 61 حقوا 61 سنة ما انتجت. طيب السلام عليكم. أشكر الأستاذ عمر أبيب وإذاعة سأيوب لإتاحتهم لهذه الفرصة، وأقول مشروع وطني، يعني فعلا ثورة 61 كان مشروع وطني. فالإجابة على نتائج هذه الفترة بهذه الطريقة يعني يكون بالرجوع أو بالنظرة إلى الفترة ونتائجها. نحن اليوم في عام 2022 لما نشوف يعني أو لما نحتفل بثورة 61 يعني نرجع يعني نشوف أنه يعني نقارن بين الفترتين. يعني لما ننظر أنه في 61 يعني الشعب الإريتري حس بالاستعمار الإثيوبي وأسس ثورته. يعني انظر إلى إريتريا وهي تحت الاستعمار الإثيوبي، وانظر إلى الشعب من الداخل والخارج يهب هبة كده كلهم لإخراج إثيوبيا. يعني وماذا كانت النتيجة يعني أو الهدف يعني أو ماذا كانت هدف هؤلاء الناس أو يعني الرعيل الأول؟ عشان نحدد يعني نتائج هذه السنوات ننظر هل تأسست الثورة، يعني ثورة الشعب الإريتري أوجبت التحرير الإريتري حينها من أجل استبدال علم مكان علم، يعني استخراج الإثيوبيين الغزاة باستبدالهم بعصابة إريترية مجرمة يعني تعذب الشعب الإريتري أكثر مما فعل به الإثيوبيين ومن سبقهم. إذا كان ذلك يعني نستطيع أن نقول أنه فعلا الشعب الإريتري يعيش فترة يعني تحت يعني يعيش الحرية، يعني لأنه هذا الهدف تحقق. خرجت إثيوبيا واستبدلت عصابة، يعني عصابة أفورق. أما لو نقصد من لو نعلم يعني حقيقة أنه النضال كان يعني من أجل إخراج الإثيوبيين الذين استعمروا الشعب وأذلوه باستبدالهم بحكومة وطنية
لها كامل السيادة، تحفظ حقوق الشعب الإريتري والوطن الإريتري، فهذا لم يتحقق. يعني ما يعني العكس، يعني ما كان لإريتريا وللشعب الإريتري من قيمة، يعني قد وما كانت من قيمة للشعب الإريتري في ظل الإثيوبيين أفضل يعني 1000 مرة مما هي الآن عليه. يعني لأنه الاستعمار الإثيوبي كان استعمار دولة، والاستعمار بتاع العصابة هذه استعمار عصابة، يعني تخلق الشعب وتبيده، والشواهد موجودة. يعني لأنه في زمن الاستعمار الإثيوبي مثلا ما كان الشباب، ما كان حرام أو عيب على المناضل أن يرمي بندقيته، يعني جندب كلاشينون ده لفلها الربي على عيب كان. وإريتريين يعني في الحدود السودانية على مسافة 15 درايبنا رشيدا دقت لهم أعراضهم دي بتدبي على والدهم دي بتدبي على وشبابهم. في ظل الحكومة الإثيوبية شباب دي آلاف دي بحر دي محيطات أسماك بالعي على. إذن يعني ما نتيجة الثورة، يعني الثورة سرقت والوضع بقى أسوأ. يعني هل تحقق يعني نفس الإجابة، نذكر السؤال وكنا نسأل هل تحقق حلم عواتي؟ يعني هل كان يريد عواتي ورفاقه من هؤلاء الآلاف الشهداء والقادة يعني الذين ناضلوا يعني وأسسوا الثورة، هل كانوا يريدون هذه النتيجة؟ لا بالتأكيد. إذن النتيجة كانت دمار للوطن وللإنسان الإريتري وضياع للسيادة الإريترية. اللي فترة الله يعني دول نجنح يعني ليه فترة الشعب يعني إزالة إثيوبيا لحد على وبسبب الحرية تمتني لنتيجة اليوم اللي نتأكد أنه حنا كم نتيجة لنضالنا حسرة وحزن وألم وخراب بيوت وخراب أعراض وزوال سيادة الوطن، لأن العصابة التي تحكمنا ليست عصابة وطنية. الدليل أن هذه العصابة تقتل الشعب، قتلت المناضلين من داخل الجبهة الشعبية منكع وغيرها والأبطال من أمثال إبراهيم عافا والآلاف الغيرهم. أزالت ثورة إريتريا بالتعاون مع الأعداء، مع الإثيوبيين ويان تجراي والجبهة الشعبية مع بعض. أزالوا جبهة التحرير، بل لاحقوهم في السودان وقتلوا كل القيادات الباقية. إذن هذا النظام يعني أنت تختلف مع أفراد مع أشخاص، لكن كونه يعني تقتل مقدرات الشعب، يعني هذا هو اللي ما يؤكد أن هذا الشعب موجود تحت استعمار محلي. بالنسبة لي برضو نفس السؤال الثاني، أنه ما دام الهدف لم يتحقق، إذا يعني طيب فما حتكون الخطوة الثانية؟ طيب فعلا لم يتحقق الهدف، لأنه لا سلام، يعني تعيش في رعب أكثر مما كانت تعيشه في زمن إثيوبيا. لا اقتصاد، فالوضع الاقتصادي في زمن الجبهة الشعبية أسوأ. لا حرية أيضا، يعني الإثيوبيين كانوا يقتلون أفراد، يحرقون بعض القرى، ولكن ما كان هدفهم يعني ما كان ظلمهم عم دخل كل بيت إريتري. في زمن الجبهة الشعبية يعني الظلم دخل أي بيت إريتري عنده جراح من الجبهة الشعبية برئاسة أفورقي. حاليا احنا ما نقول الجبهة الشعبية، لأن الجبهة الشعبية
بعد ما قام أفورقي بسجن مجموعة 15 تخلص منها. يعني بعد ذاك أساسا هو أفورقي أساسا هو كان الفاعل الحقيقي فيها من زمان، ولكن من بعد سجن 15 اتضح يعني المشروع وأنه مشروع مضاد مع المشروع الوطني. يعني ركز كرر، مشروع أفورقي هو ضد المشروع الوطني الذي هو 61 الذي نحتفل به، بالرغم من ما يظهره أفورقي من مناظر، من يعني عمل رمز لعواتي في أسمرة وفي المنطقة اللي هي الدهلوية ولا إيش ما بعرف، لكن هذا كله لا يؤكد يعني أنه هو فعلا يؤمن بثورة 61. لو كان يؤمن بثورة 61 لنفذ أفكارها ولا نفذ حرياتها ولا أكرم هذا الشعب ولا صار خير للجيران ولدول الجيران. أفورقي الآن اليوم عدو للشعب الإريتري وعدو للشعب الإثيوبي وعدو لجيبوتي وعدو حتى لأسماك البحر الأحمر ويمن والسودان. هو يعني وده كله حيرتد علينا. يعني عداواته اللي قاعد يعملها في دول الجيران يعني حترتد على الشعب الإريتري. يعني اليوم ما يفعله جنوده في إثيوبيا في تجراي، يعني الجنود زي الغنم اللي يعني صاروا يعني جد. بالمناسبة معسكر سوا يعني أصبح ذريبة لتربية البهايم زي ما تقول، ولا لأن هذا الجيش يعني المفروض يعني شوية يكون عنده محبتين ضمير، يفكهم في اليمن في القضية يكسبها اليمنيين، يفكهم تجاه جيبوتي، مرات يفكهم في السودان. والآن يعني مساكين من كم فترة يعني من أكثر من سنة يموتون في جبال إثيوبيا يعني وفي أقاليم عفر وفي يعني حاجة بهدلة الجنود ما بعرف. يعني زي ما قال مرة واحد اسمه محارد اللي يتكلم من كندا، قال يعني معسكر ساوا هو بيت لي، يعني هو قال مشروع لتربية البهائم. يعني لأن الجيش الذي لا يحس بآلام شعبه هو فعلا لا يمثل هذا الشعب. أنا أستطيع أقول هذا الجيش يعني جيش أفورقي والأشخاص القويين الذين كانوا يمثلون الشعب قد تخلص منهم أفورقي. ف يعني 61 يعني تشابه بسيط لو عملت أو مقارنة بين اليوم وأمس، يعني سنجد أنه كل الفترتين متشابهات في أن الشعب عاوز تحرير. لازم الشعب يتحرر من عدو. بس في 61 كان من عدو يعني قادم من بلاد أجنبية اللي هي عدو أجنبيته من إثيوبيا ما تبهلته، وعلى عدونا يوم من عدو محليته من جوا تخلقاته بس لفرق الليته ولا فرق كان أي أنه العدونا 61 الذي خرج من أجل المشروع 61 يعني عدو زي ما تقول له مثيل في العالم ودولة هي ولها كامل الوصف، لأنه يعني كوننا استعمرنا أو أحرق منطقة من مناطقنا هذا لا ترفع منه صفة الدولة. دولة إثيوبيا دولة. أما العصابة التي تحكم إريتريا اليوم لا صلة لها بالدولة ولا بالسيادة ولا بالوطنية. على هذا المنوال يعني نستطيع يعني أن تكون تعبئة الشباب وتوعية الشباب الذين يظنون أو ما زالوا يعني يعتقدوا أنه أفورقي رئيس البلاد أو هذه العصابة تمثل الوطن وتمثل السيادة. لا، أن السيادة تنبع يعني من هيبة الشعب، من سيادة الشعب. والشعب الذي يموت جوعا وتقتيلا وسجونا لا يمكن أن يوصف حكامه بأنهم يملكون السيادة. يا أخي استرجع بس تذكر يعني أنا يعني في الحملة التي قامت بها
وحدات أفورقي في ال في ال في القضاة والمعلمين والأساتذة وقادة الرأي يعني واحد من هذه الثورة اللي تظنها ثورتك يأتي بالليل فيأخذ الشيخ أو المعلم من قدام أطفاله أمام أطفاله يبكون، يعني من قدم جنيته نفسه لباكو وتقنعوه، يعني اللي يجيب إلا لا أعتقد أنه ثورة إلا لا تودي لا أعتقد دي بأنه وطنية بلا لبل أنا كم عقله لبمر هو الوطنية لبو والترأس عقلي هلاني معاملات إسرائيل تودي دي في فلسطين أرحم 1000 مرة من أفورقلا ودايا وتنظيم أفورقلا ودايا ومجموعات حلا وثورة حق خاطف الليل، يعني الناس كان يخطفوا بالليل. يعني إسرائيل تستحي منها، السجين في إسرائيل يقاتل في الكتائب المقاومة ثم يسجن في أكرم سجون ويجي مربط نشوف، يعني يتف المحكمة ويحاكم ويرجع إلى غرفته، بينما ذاك المعلم أو ذاك الأستاذ يؤخذ بالليل من أطفاله ثم يوضع، يعني ما بعرف في غياهب الظلام لا يعلمها إلا أفورق. يعني من فعل هذه الفعلة هل تحسبه يعني له ذرة من وطنية أو ذرة من السيادة؟ كلا، عليه على أنه نحن بحاجة إلى يعني القلة، أو أنا بعتبرها قلة التي تحسب أنه هذه العصابة وطنية، يعني عليها أن تراجع، يعني ما أقول تراجع، يعني تراجع عقلها، يعني فأنه حتى يكون الجماهير تتوحد كما توحدت في 61 لإزالة العدو الماثل أمامنا الآن وهي الجبهة الشعبية قبل كل الأعداء الذين يتوعدوننا يعني في المستقبل. أرجو فأقول في هذه الناحية أنه يعني توحيد الجماهير يعني عليه يرجع إلى كلمة السر، على أنه يعني يقارن بأفعال بهذا التنظيم. يكفي أنه أعدم الحكومة كلها في عيلة في السجون، يعني هؤلاء الناس الذين ناضلوا، يعني أنا ما استغرب عليه يعني أفكارك يقتلك ويقتل قادتك وأنت تعتبره رئيسا. يا أخي هؤلاء القادة الذين ناضلوا في حياتهم كلها يموتون في سجون عيلة، ومن قبلهم تخلص من قادة كبار، يعني من أمثال إبراهيم عافا وغيرهم، يعني ومن قبلهم تخلص من منكع، يعني هذا الرجل تخلص من يعني ما داروا نعيد هنا. هذا الرجل قتل هيبة الشعب الإريتري في بادمه عندما وزع الجيش الإريتري أمام الجيش الإثيوبي بدون تكافؤ. إثيوبيا أعدت لهذا الهجوم بأحدث السلاح بأحدث الطائرات، وفرقي رغم أنه يعني الاستراتيجية العسكرية توضح أنه ما دام نحن أقل نكون أعلى منهم في التدريب وفي السلاح وفي أي حاجة، انتظرهم يعني بلا شيء. فالأمواج البشرية التي يعني أنهت الإريتريين في بادمة أنهت الجيش الإريتري، بل الأهم أنهت الهيبة الإريترية التي كان يتخوف من الإثيوبيين. كان السلاح الاستراتيجي مقابل إثيوبيا يعني تكافؤ السكان بين إثيوبيا وإريتريا، كان هيبة الإريتريين الإثيوبيين كانوا يتخوفون. يعني كان الإثيوبيين يعني كان عندهم عقيدة أنهم لا يعني دائما يهزمون أمام الإريتريين، حتى هزموا حتى أفورقي بتخطيطه الغبي في بادمة، يعني دمر الجيش الإريتري. ومن يومها يعني صارت لدى الإثيوبيين عقيدة جديدة أنه يمكن هزيمة الإريتريين في أي مكان وفي أي زمان. إذن يعني علينا أن نجمع أن عدونا هو هذه العصابة التي دمرتنا وهي ثورة ودمرتنا وهي حكومة. أما السؤال اللي يقول أنه 30 سنة في فترة التحرير و31 سنة في المشي نحو المجهول، يعني دخلت الخلافات ال3 سنوات الشباب يعني جزء
مع سيادة الوطن وجزء منه برضو عودة في اتجاه المجهول. وكيف يواجه شباب مثل هذا الوضع؟ والله يعني بس فقط مجرد كما أسلفت المقارنة التي ذكرتها تكفي للشباب أن يتوحد تجاه العدو الماثل أمامه. كثيرين اليوم الخلاف حاصل في أنه هذه العصابة لو ذهبت يعني ستأتينا تجراي. يا أخي العاقل ميتو العاقل لرؤيتنا متدريتها أنت عدو هلا فعدو يأخذ برقبتك والسكين في يدي يذبح فيك بدأ فيك يعني شرع خلاص يذبح. وعدو آخر بعيد يتوعدك يعني أنه حيجي وحيزيلك. أيهما أنت كعاقل هل يعني تقبل الذي أمامك اللي قد أمكتس عمك عدوية لي تدبل وأنت نسع فيه وهو يذبح فيك؟ تجراي وغيره أي بلد عنده عدو استراتيجية معروفة كل جيرانك يتمنى دمارك يعني أنت يتمنى أن تكون أقل منه. وشبه لم تكن أعداء يعني تجراي اليوم فهي يعني ستظل تطمع على إريتريا ببحره وكنوزه. لكن من الذي هيأ لتجراي الذين يطمحون اليوم في ذلك؟ أليس أفورقي الذي أتى بهم ودمر بهم المشروع الوطني وأزال بهم جبهة التحرير؟ أفورقي هو العدو الأول. يعني هذه فهم هذه الناحية أو هذا الرأي يعني كونه تعرف أنه أفورقي العدو الأول عليه هو يعني أنت اثيوبيا لما كانت يعني هو قول تجراي ده جزء من اثيوبيا لما كانت تحكمك اثيوبيا ما حصل لك ما حصل من فضائح ودمار وضياع أعراض وشباب يموتوا في الصحاري. إذن العدو الأول هو أفورقي. كوننا نتفق على العدو الأول هذه العصابة وهذا النظام هذه كفيلة بأن يتوحد جهدنا لفترة التحرير للاستعمار المحلي. ما أنهيت به أو سؤالك الأخير أنه ماذا تقول أنه بهذه المناسبة الشعب الإريتري؟ والله إحنا لا نخاطب علينا أن نتخلص من الخطاب اللي أفورقي هو المجرم. أفورقي ما بعرف هو ديكتاتور خلاص. المجرمين نحن الشعب الإريتري والمعارضات والنخب التي سمحت لأفورقي أن يحكم يعني أن يعذب الشعب. نحن المجرمون. أفورقي تدرج معنا دمرنا في الأرياف قبل أن يدخل المدن وقتل وحدتنا بمشروع الفرق تسد اللي نفذه في الشعب. فأفورقي هو يعني إذا أجمعنا يعني ما دام هو العدو علينا نحن الذين سمحنا له. يعني لو أوقفناه أيام الأول يعني لو أوقفناه أيام دمر جبهة التحرير يعني قبلها أيام المنكع يعني بعد ما دمر المشروع الوطني جبهة التحرير بعد الحكم وما بدأ من دمار وتفتيت الشعب وتجويع الشعب من أجل يعني ما يعني لو أفورقي ما يفعله أفورقي يعني أنا يجعلني أيد الرأي اللي يقول أن أفورقي يهيئ إريتريا لتكون إقليم جعان يعني يحلم بالوحدة مع اثيوبيا. يعني هذا لا يتضح فقط من الغزل وما يقوم به أفورقي من الجري في اثيوبيا ومقازلة حكامها لكن من التدمير الاقتصادي والثقافي يعني والعداء بين الشعب وإذلال الشعب. ويعني يتأكد أنه يعني ما يقوم به أفورقي هو أن يجعل إريتريا أقليما يعني فقير يحلم أن يكون جزء من اثيوبيا. فوصيتي أن نترك أوصاف أفورقي وأن نبحث جميعا لتخليص الشعب
من هذه العصابة، وجرائم العصابة كافية لأنه يعني تؤكد بالكامل لمن له الرأي أنه هذه العصابة هي العدو الأول وهي الاستعمار المحلي. هذا يعني ما أردت أن أقوله بهذه المناسبة، وأشكرك أستاذ عمر، وأشكر إذاعة السيوب، والسلام عليكم. قلنا بل نقدر ورفضنا كل
حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا تمام أخبار إقلت قمقلكم هيئة إعلام إثيوبيا وسائل إعلامنا إلى الدولة حقيقي ودي برد له ليت حبري منا عند ريمان أمن ودحن إثيوبيا بقوت لكار أسلوب استخدامه من قبي مسؤولية وصل تحمل لندتبه حذرت الليتم
مدير عام نايلة هيئة السيد محمد ريس التحالف تحذير لوسائل الإعلام حبر إجل حالف مسؤوليته من ماتام سلام أمن وطن لإيل حمرق ومصالح توبيات بقوت لإي كاري وراتات إعلام أولية ذهب إجل شكيبو طالب هلام أباي شعب وحكومات أتوبيا لاتهم قوات أقلوم لسد أخبار حالفوت أزي وقتكم يكون عند الشارع المدير أتوبيات بقوت كريتكم هليت ولا بقوت إلا لا تزيد حبره حالفوت عدم مسؤوليتكم تأفهمام تفنق قوات تجراي وحكومة فدرالية أتوبيا أنبوت لها الحرب إن دلتكلم التمتت لها الوقت هيئة إعلام أتوبيا وسائل إعلام أتوبيا أمن وطن اتبقوت لكاري أسلوب إلى استخدم حزرة الليتم التحالف الثامن وزير دفاع أتوبيا وسائل إعلامنا إلى الدولات من خاطر حبري إقل الجمل كون وجب ولا وسائل إعلام تخريا من قبيم خطوة قانونيتكم تتنسى حبوا العلام يوم 3 قسس قسم علاقات عامة قوات دفاع أتوبيا لفقر شريح مهام قوات دفاع أتوبيا أدمنوا سيادة وطنكم توم أتوبين هي دي بحد ثقة قلودو وعد حد قلدو مهم كمتون ده الشرام ليتأكد خبر حالفوت شعب لا تعيدكم هلا حازرام وزارة دفاع أتوبيا ترأسلا مسكيل للأفقرو أجندة جف الشعبية تحرير التقراي لا خدمو أمن أتوبيات بقويت لا كاري والشعب أمت منابرتو قليلودي لا أزعج وسائل الإعلام خطوات قلت تناساتكم حبور علام حكومة أتوبيا من حرب أدهد أتوبيا لأنا بيت أسكذي 6 صحفيكم سجنات منظمة حقوق الإنسان عند الحبرة آن حتى مدينة قوبو اتحنت مراقبته وادي الهلا قوات تجراي مواطنين أبرياء كم قاتلوا سكا مدينة رايا قوبو شهدوم حكومة ترى الشعب مدرت إجل تجري عند تبين من مدينة قوبو كمان سحبت وقوات تجراي ديبا مدينة حقولاتهم ترس أبرياء 7 باي وشبابات جرائم كم أجروتو لشهدوا اللوم التمدينات موبايل بوجوه نفر قوات تجراي كم للشكوكون ده حبروا لإماتات جنايز نيلت قتلوا أنفار سكذاك ميترفع شرحوم إجل سكان مدينات مثل فانو ميليشيات أمحرة وقوات فدراليات انتم من تتبهلوا شكم قبتهم وانبلا دي قوبو لقب جرائم اتروبيت لتتبهل منطقة كل اوت شاب سبدحنكم قتلوا لتركبت حبرة أفهم يوم 10 أغسطس قوات تجراي حكومة أبي أحمد ديشا السك أريتريان داتيت مثل حشم شعبية اندقبات إجل تثبت أن تحزي اللي تتلبلو حقولا شرحوم حكومة فدراليات بجهتام انبوتتنا الهلا حرب انواجه اللي نتبل شارحة علاتام حقولا قل مدة 5 ورع هادين دعلام أزي من حديث قاره الهلا حرب عدد توبيان لحل سلم الحد العالم مجتمع علم اتشقلات كورويكم هلا تهدقم انبوت لهلا حرب عدهد كلام للسدد ولكف ابطائرات سبت واستكاتو عند الاتكلم قيسكم هلا عند الشرو تغارير افنتيت مدينة مغالي وبعد اماكن تقراي اترى الشعب ومؤسسات مدنيات خسار سببكم هلا لتأمرم حيثام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متأكمتو أسكو دحن اسمنو